أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في الدرر السنية ما نصه: أجمع العلماء سلفا وخلفا من الصحابة والتابعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن نعم رحمه الله في كتابه الدرر السنية، أو في الدرر السنية ما هو لابن حسن يا أخي، مجموع فتاوى علماء نجد لابن قاسم، ما هو لابن حسن. نعم. أحسن الله إليكم. في الدرر السنية ما نصه: أجمع العلماء سلفا وخلفا من الصحابة والتابعين والأئمة وجميع أهل السنة أن المرء لا يكون مسلما إلا بالتجرد من الشرك الأكبر والبراءة منه وممن فعله وبغضهم ومعاداتهم بحسب الطاقة والقدرة. نرجو توضيح ما ذكره الشيخ. واضح يا أخي، واضح كلام الشيخ، واضح ما يحتاج إلى توضيح. وهو أن الإنسان لا يكون مسلما إلا بالتجرد من الشرك الأكبر، إلا بالتجرد من الشرك. المشرك لا يكون مسلما. يقول لأنه يعني والبراءة منه وممن فعله. والبراءة من المشركين، البراءة من الشرك ومن المشركين وبغضهم ومعاداتهم بحسب الطاقة والقدرة. نعم، والبراءة معناه بغضهم ومعاداتهم، هذا معنى البراءة منهم. أما أنك تحبهم تقول أنا بريء منهم، ولكنك تحبهم هذا كذب، ما هو براءة. نعم. لأنه وجد في هذه الأيام ممن يقول لأنه وجد في هذه الأيام ممن ينتسب إلى السلفية من يقول بأن هذا مذهب الخوارج والمعتزلة. هذا أنت اللي من الخوارج، اللي يقول هالكلام هو اللي من الخوارج، نسأل الله العافية. هذا كلام حق، هذا كلام حق، ما هو مذهب الخوارج، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. يقول: نرجو منكم حتى طلبة العلم على قراءة كتب أئمة الدعوة النجدية رحمهم الله برحمته الواسعة. نرجو منكم حتى طلبة العلم على قراءة كتب أئمة الدعوة النجدية رحمهم الله برحمته الواسعة ونبذ الكتب المعاصرة التي تروج للإرجاء. ما يجب قراءة كتب أهل السنة من علماء أهل الدعوة في بلاد نجد وغيرهم، سواء العلماء المحققين من أهل نجد وغيرهم، يجب أننا نقرأ كلامهم ونعتبره ونمشي عليه. وأهل نجد إنما هم تابعين لمن سبق، ما أحدثوا شيئا من عندهم، تابعون لمن سبقهم من السلف الصالح. فنحن لا نقتصر على أهل نجد، بل كل سلفي وكل عالم محقق من أهل نجد وغيرهم فإننا نقتدي به ونأخذ من علمه. نعم.